السلام عليكم، ازيكم يا اغلى اخوات؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده بقى هنعمل المبكبكه باللحمه، بس بطريقه جميله جدا، طريقه يعني جوسي زي ما انتم شايفين كده، وقطع اللحمه فيها دايبه وخطيره. بس قبل ما نبدا، فضلا وليس امرا، اللي مش مشترك في قناتي يشترك في قناتي ويفعل زر الجرس، وما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم، ونسمي بالله ونبدا. معايا شريحتين لحمه استيك، حته كده من الانتركوت اللي بستخدمها دايما، لان انا بحب اجيب الحته القطعيه دي، بتبقى حلوه جدا وبتستوي بسرعه. هقطعها كده مكعبات على قد يعني القطمه على طول، او كمان عشان تستوي بسرعه. بعد كده جبت معلقه زبده بلدي او سمنه بلدي. وبعد كده هبتدي بقى انزل باللحمه، بقطع اللحمه زي ما انتم شايفين كده، وابتدي بقى اقلب اللحمه، اسيبها تاخد الاول لون من تحت. وبعد ما بتبتدي تاخد لون من تحت كده، ابتدي اقلب فيها بالشكل ده لحد ما تاخد لون معايا وتبقى محمرة خالص كده معايا. اقعد نشوحها شوية كده، حبة حلوين بتاع حوالي 10 دقايق لحد ما توصل معايا باللون ده كده. وبعد كده هنزل عليها بالبصل. بصلاية كبيرة، كان معايا كده بصلاية كبيرة قطعتها كده بالمكعبات صغيرة كده. واقعد اقلب في البصلة كده لحد ما تبتدي بقى البصلة تاخد معايا لون كده خفيف وتدبل خالص بالشكل دوت كده. هنا خدت البصل، خدت معايا لون خفيف خالص ودبلت قوي معايا. بعد كده جبت معلقه توم كبيره ومعلقه هريسه شطه. وممكن تحطي فلفل لو ما عندكيش هريسه شطه، ممكن تحطي فلفل. لو مش حابه تحطي فلفل خالص، دي اختياري، ما يعني الخطوه دي اختياريه بتاعت الفلفل، دي براحتك. بعد كده جبت بقى معلقه صلصه كبيره كده، وابتدي بقى اقلب الكلام ده كله ببعضه. ريحه التوم خطيره، اول ما ريحه التوم تطلع انزل على طول كده ايه بالمعلقه الصلصه اللي أنا نزلت بيها، واقعد اقلب كده حبه حلوين. وبعد كده انزل بقى بالعصير الطماطم، كنت عصره حوالي 4 طماطميات كبار من غير بقى ما اصفيها خالص، حطيتهم كده على طول. هقعد بقى اقلب كده، اول ما الطماطم تتسبك معايا بالشكل ده، انزل بكوبايتين ميه كبار واغطيها على نار هادية شوية. سبتها حوالي ساعة الا ربع بالظبط، كانت اللحمة بقت مستوية معايا جدا. هنا بعد ساعة الا ربع كده اللحمة بقت، بص ما شاء الله كده، استوت تماما معايا. احنا لازم عايزين اللحمة هنا تستوي خالص. بعد ما اللحمة اتأكدت ان هي استوت، نزلت بالمكرونة، نص كيلو مكرونة. اي نوع مكرونة بقى، اي شكل انتوا حابينه، بس النوع ده بيبقى حلو، او الشكل ده بيبقى حلو. بعد كده نزلت بفلفل اسود، انا ما حطيتش بهارات كتير، يعني هو استكفيت بهرسة الشطة وفلفل اسود والملح، ما حطيتش اكتر من كده بهارات، لان كتر البهارات بتغطي على طعم الحاجة، واحنا عايزين طعم اللحمة تبقى باينة في المكرونة. طبعا انا نزلت بحبة ملح لحد ما ظبطت الملح، وكل 5 دقايق بقلبها عشان ما تبقاش، ما تلزقش في القعر المكرونة، على نار هادية. سبتها تستوي، قعدت حوالي ربع ساعة كده. كانت المكرونة كانت يعني خلاص لسه قربت يعني تستوي، فاضل لها 10 دقايق وتستوي. حسيت ان هي محتاجة مية، حطيت لها حبة مية شوية. حطيت هنا حبة مية شوية كده اهوت صغيرين، وسبتها بقى ايه على نار هادية. وبعد 5 دقايق وصلت معايا المرحلة دي اللي انتوا شايفينها. ما شاء الله المكرونة استوت جميلة جدا، خطيرة. هنا بقى بص الصوص بتاعها تقيل وبقى جميل جدا. هبتدي بقى كده اصبها كده في حاجة للتقديم، يعني صينية للتقديم او اي طبق للتقديم بالشكل ده. شايفين المكرونة عاملة ازاي؟ خطيرة، لونها جميل جدا وطعمها حلو قوي قوي. واللحمة دايبة دوب، خطيرة. بص اللحمة يعني بتتقطع مني، يعني بمسكها كده ما شاء الله، بص دايبة جدا ومستوية قوي. والمكرونة طعمها جميل، اعملوها بالطريقة بتاعتي هتعجبكم جدا. ولو عجبتكم طريقتي ووصفتي، ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في قناتي، واشوفكم في وصفات كتير ان شاء الله. مع السلامة، باي باي.